السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنتكلم فيه عن تحليل مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري ورباعية النادي الأهلي ضد الاتحاد السكندري. الماتش اللي كان ممتع جدا واللي كنا قاعدين مش عارفين نلحق الجون الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا ماتش الرابع. مزاج، قوي ماتش يعدل المزاج والله العظيم. ماتش مزيكا. هنوضح ازاي في الشوط الاولاني النادي الاهلي قدر بالتمريرات السريعه على الاطراف وتحركات وسام ابو علي مميزه جدا، قدرنا نسجل ونهدف في مرمى الاتحاد السكندري. وهنوضح برضو ازاي في الشوط الثاني كان في رعونه كبيره قوي من اللاعبين، وازاي ما قدرناش نستغل تقدم الاتحاد السكندري اللي كان ممكن الماتش يخلص 6 او 7 حرفيا بسبب سوء اداء نادي الاتحاد السكندري. يا ريت عشان تشوفوا الفيديو كامل تضغطوا على اللينك هتلاقوه في البوست تحت في الكومنتات، وتبعتوا اللينك الحلقه بتاعت الحلقه لكل اصحابكم الاهلاويه عشان يوصلوا لكم الجديد. يلا بينا نبدا على طول على الشوط الاولاني ما نضيعش وقت. بدانا الماتش باوفا في حراسه المرمى، محمد هاني باك يمين، رامي ربيعه قلبين دفاع، رامي ربيعه اللي هو ما اعرفش ليه حطه في التشكيله بس ما علينا، محمد عبد المنعم، عمر كمال باك شمال. بص ابو ليه عمر كمال باك شمال وهو اصلا احسن باك يمين في مصر، يعني انا مش عارف نلعبه فين تاني والله، يعني مش عارف نلعبه فين تاني. بقى في نص الملعب امام عاشور اللي ما كانش مركز قوي، يعني ما كانش مركز بالدرجه الكافيه، عامل نسبات كتير بس هو كان نجم الشوط الاولاني. مروان عطيه، اكرم توفيق اللي ممكن يعور نفسه في ثانيه، اللي ممكن يسيب نفسه في دقيقه، اللي برضه العيب ستيل لسه في عيب فيه ان هو ممكن يسيب نفسه وتدخلاته متهوره بكل ما تحمله الكلمه. قدام كان وسام ابو علي، عندنا مهاجم الحمد لله، المهاجم بتاعنا هو وسام ابو علي. اي حد قبل كده، اي حد غير قبل وسام ابو علي كان بطيخه. الشحات على الشمال، رضا سليم على اليمين. زي ما متعودين هنقسم الشوط بتاعنا لفنيات واخطر الفرص. الفنيات بتاعتنا اول نص ساعه باختصار، اول نص ساعه لعب لعب الاهلي كله على الجبهه اللي فوق، جبهه علي معلول. انا اسف هو علي معلول ما بيلعبش بس هي جبهته، هي بتاعته اصلا، يعني دي بتاعته، محدش يقول لي دي بتاعت علي معلول، الحته الشمال دي كلها بتاعت علي معلول. جبهه عمر كمال لفوق، بنلعب وان سايد جيم يعتبر، بنلعب من ناحيه عمر كمال بس. الثلاثي الاخطر في الشوط الاولاني كان امام عاشور والشحات وعمر كمال، الثلاثي اللي كان انشط واخطر في الشوط الاولاني خصوصا امام عاشور. اول نص ساعه الاهلي بادئ ضغط عالي، بادئ ضغط الاتحاد السكندري، وهو ده اسلوب لعب الاهلي. والميزه بتاعت الاهلي ان هو لما بيضغط بيجيب لما بنضغط بنسجل. ضغطنا اتحاد السكندري في نص ملعبهم، زي ما اتكلمت وقلت، الثلاثي اللي فوق هم الانشط في الشوط الاولاني، لعب كله من الناحيه اللي فوق، حتى اكرم توفيق اللي هو المفروض اللي هو واخد النص اليمين او نص ملعب اليمين، ومروان عطيه واخد الدايره، وامام عاشور على الشمال كان بيزيد كتير ناحيه امام عاشور او الناحيه اللي فوق دي او الناحيه اللي على الشمال، وكان بيخش جوه ال 18 كتير قوي كمهاجم تاني. رضا سليم نفس القصه، كان بيخش جوه ال 18 مهاجم تاني. التكتيك بتاع كولر الملحوظ قوي بقالك كذا ماتش ان هو بيحاول يعمل كثافه عدديه جوه ال 18، بيحاول يدخل كل اللعيبه، اي لاعب مش مستحوذ على الكره او اي لاعب مش في المنطقه بتاعت الكوره يخش جوه ال 18. رضا سليم داخل جوه ال 18 كتير قوي، اكرم توفيق، حسام ابو علي كان محطه مهمه جدا. عندنا مهاجم يا جدعان بيستلم الكوره بيلف، انا حاسس الحاجات دي كانت ابتدت تبقى حرام عندنا. محطه يا جدعان، محطه ومهاجم والله تارجت وكل حاجه يعني. ف دي كانت الفنيات الملحوظه قوي في الشوط الاولاني. اللعب كله كان من الجبل اللي فوق، واكرم توفيق ورضا سليم كانوا بيخشوا جوه 18 كتير قوي عشان يعملوا كثافه هو التمريرات السريعه عشان نكسر خط الدفاع بتاع طاهر العشري. مفيش حل غير كده. دي كانت اهم الفنيات في الشوط الاولاني. باقي الشوط حرفيا بعد اول نص ساعه متعه اهلاويه خاصه، يعني الناس بس اللي بتحب تقعد مستنيه او تتربص ان احنا نخسر او كده تبعد بقى عن نص الشوط ده خالص، لان ده نص الشوط الباقي ده هيحرق دمهم جامد، هيجيب لهم زيكا. محتاجين مراهم بقى، يعني يشتروا دعايته ويجيبوا مراهم. بعد اول نص ساعه متعه اهلاويه خاصه، وهو ده الاهلي، هو ده الاهلي ونفسنا نكمل عليه والله لغايه اخر الدوري. بعد اول نص ساعه سلسال من الاجوان، مزيكا خلاص والله. النستر فتح جناحاته وبدا يحلق بقى، بدا يطير. هتكلم بس على الفرصه قبل ما نقول الاجوان. في الدقيقه ال 12 1 2 بين الشحات وامام، قلنا الثلاثي الانشط في الشوط الاولاني. الجبل اللي فوق كان في 1 2 3 بين عمر كمال والشحات وامام عاشور، وكان في تغيير اتجاه من امام دايما بيعملوا ليفربول بتعملها لما بيبقى في بيسحبوا اللعيبه فوق في الجبل اللي فوق، بيحاولوا يسحبوا اللعيبه فوق بيلعبوا 1 تو هيد، بيبص على طول ناحيه محمد هاني امام عاشور عشان يلعب الطوليه لمحمد هاني عشان يحاول يخش جوه ال 18 بيها. بيسحبوا اللعيبه فوق ناحيه عمر كمال عشان خاطر يفضوا مساحه لمحمد هاني ورضا سليم ان هم يلعبوا الكره الناحيه الثانيه في الجبهه الفاضيه عشان محمد هاني يقدر يخش بيها. وانتوا من الشحات وامام، امام عاشور يوديه لمسه سحريه، يوديه بلمسه انفراد. وسام ابو علي قاطع له بقى، وسام قاطع له، بس طبعا الشحات اناني. كمل ال 1 3 يا راجل، كمل 1 3. وسام قاطع له قطع اقسم بالله يعني المهاجم لو اي مهاجم غير وسام عملها هيجي له صليبي. وسام قاطع له قطعه يا راجل بصيله، طبعا قعد يخرف فيها ويحنكش فيها لغايه لما طلعت بره 18. في الدقيقه 25 الثلاثي الانشط في اول نص ساعه، وان من الشحات يديها لامام، امام يديها لعمر كمال.
عمر كمال يخش جوه التمثيل يلمها بعلامه كده، وامام عاشور طبعا يوديها بلمسه واحده ثرو يا جدعان. ده ما بيلعبش صانع لعب، انا بكلم قفشه، ما بيلعبش صانع لعب، بس بيلعب نص ملعب. بص بيودي، بص بيعمل اساسات عامله ازاي. علم، هو قاعد على الدكه كده بتعلم من عمه. اه ودى عمر كمال جوه 18. عمر كمال لم الكوره، خد ضربه جزاء، ويخش يشوطها. وسام ابو علي بحرفنه، جون حرفيا برازيلي، شوطه برازيليه في شوطه سقف مهاجم، في سقف الشبكه. شوطه مهاجم يا لو جدعان. لو حطيت ثلاثه على مهدي سليمان اللي هو اصلا مش حارس، لو حطيت عليه ثلاثه عليه مش عارف يجيبها. في الدقيقه 31 الجون الثاني، وسام ابو علي برده، وسام ابو علي تاني كرر اسمه تاني، يطلع جوه بره ال 18 ويستلم الكره. كان بيعملها كتير قوي في الشوط الاولاني، يستلم الكره بمعلمه ويلف وشه. ايفون اخر واحد المهاجم كان بيعملها في الاهلي كان ايفون، بيستلم الكوره. ايه ده يا جدع، ايه اللمسه دي؟ وجاي كان بيعملها كتير قوي. ايه اللمسه دي؟ يطلع بره التماس ويستلم الكوره ويلف وشه ويباصي لرضا سليم، رضا سليم يحطها بمعلمه، شوطه مغربيه بقى دي، يحطها شوطه كويسه قوي بشماله على يمين مادي سليمان، واللي بيبص لها بقى بيتفرج عليها كده، اللي هو في ايه يا مهدي جماعه، في زمان ايه؟ جاي يتفرج النهارده تحس ان هو بس. كان مخنوق، ان هو ان في كوره بتيجي عليه. سيبوني شويه، سيبوني شويه اطلعوا بالله عليك، هاجموا انتوا شويه بقى، انا عايز اخد نفسي شويه. في الدقيقه 43 صاروخ ارضي جو نيزك، انا مش اقسم عارف بالله اقول ايه. حسينا بزلزال. الاوضه بدات تتهز علينا. عمر كمال الباك الشمال، اللي هو اصلا باك يمين، احسن باك يمين في مصر، وكان بيلعب باك شمال، محمد يهاني، السلام عليكم. عمر كمال ياخد الكوره يقطم لجوه، بوم، خلصت خلاص. شوط صاروخيه ارضيه نيزك، اللي بيجي كل 300 سنه مره ده. صاروخ على يمين مادي سليمان، جون يعتبر والله يعني ممكن ياخد احسن جون في الدور ده في الدوري. في الدوري كله ان شاء الله. ممكن ياخد احسن جون في الدوري ده. باقي الشوط كله قلنا متعه اهلاويه. اتحاد اسكندريه خلاص استسلم، بنحاول نجيب التاني الرابع والخامس، بس للاسف خرجنا الشوط الاولاني 3 بس. قلنا اتكلمنا عن امام عاشور احسن لاعب في الاهلي واحسن لاعب في مصر، هو التربو بتاع الاهلي وهو المحرك الاساسي للاهلي، وهو كان صاحب اللمسه السحريه في الجون الاول والجون الثاني. بدأ النادي الاهلي الشوط الثاني والله العظيم زي ما توقعنا. انا قلبي حاسس والله العظيم، قلت ما بين الشوطين هيحصل تراجع من لعيبه النادي الاهلي. اهم حاجه ما نتراجعش، اهم حاجه ندوس ونسجل الرابع بدري والخامس والسادس. لا مفيش فايده. النادي الاهلي متراجع بشكل مبالغ فيه، اللعيبه كلها متراجعه، مدين فرصه للاتحاد ان هم يحضروا. الاتحاد هو اللي بيحضر، هو اللي بيستحوذ. نزل احمد عادل ميسي لاعب كويس قوي، ونزل بواتينج اللي هو اللاعب الحزيق، مش عارف بتحزق عليه يا حبيبي. فالمهم احمد عادل ميسي خد الجنب اليمين، معانا احمد عادل ميسي جناح شمال اصلا، بس نزله في الجنب اليمين عشان يعمل نشاط في على جبهه محمد هاني، والحمد لله على جبهه عمر جمال قصدي، عارف يعدي من عمر كمال في كذا مره. فالاتحاد السكندري مستحوذ، النادي الاهلي متراجع. سوء بقى تمركز من عبد المنعم، سوء تمركز من ربيعه، سوء تمركز من اكرم توفيق، سوء تمركز من في مروان رعونه في عطيه، رعونه وفي استهياف. استهياف بطريقه مبالغ فيها، سوء تمركز من لاعبين نص الملعب كلهم متراجعين بشكل مبالغ فيه. وعشان كده ده اللي خلى مارسيل كولر يعمل تبديلاته بدري، بس عمل تبديلات للناس غريبه. يعني طلع وسام ليه؟ عايز تطلع امام، المفروض طلع مروان. طلع امام ليه؟ ما اعرفش، مع انه ده لعيب الكريتور بتاعك. طلع امام ولا امام ونزل. ولا مروان موجود يطلع. هو عايز متنرفز من تراجع اللعيبه بشكل مبالغ فيه، عايز يديهم ارسنال سلوت المدلل، فهو اللعيبه ماشي كويس مفيش اي مشكله، بس تراجع مبالغ فيه من كل اللعيبه، وخصوصا الثلاثه بتاع نص الملعب واللعيبه الباكات طايره ومش بيرجعوا يغطوا. يعني الجون بتاع الاتحاد انا هشرحه بعد شويه. عمر كمان ما كانش موجود اصلا، مروان عطيه رجع يغطي مكانه، والعرضيه لما اتلعبت اكرم توفيق مش موجود عشان يغطي برضه. فسوء تمركز من لعيبه نص الملعب، ورباعي الدفاع عندنا مش موجودين خالص. مفيش غير الهجوم بس هو اللي بيحاول يضغط. اللعيبه متراجعه بشكل مبالغ فيه، وده اللي خلى الاتحاد السكندري يسجل اول هدف ليهم بشكل مبالغ فيهم بدون اي لازمه خالص. يعني كان ممكن يخلص الماتش بكلين شيت يعني. هتكلم عن الهدف بتاع الاتحاد السكندري اللي من غير اي لازمه، بتيجي من ناحيه الميكا، من عرضيه من ناحيه اليمين. عمر كمان مش موجود زي ما قلت، مروان عطيه اللي جاي يغطي، وبيغطي كمان متاخر، ما عملش البلوك بطريقه سليمه. واكرم توفيق واقف قدام ال 18 سرحان، وامام عاشور واقف ورا بيتمشى. ما لازم امام عاشور برده ما ينسى ان لازم نص الملعب يكون ليه ادوار بقى دفاعيه. بلاش غرور، بلاش بقى الكبر، وبرده في كذا ناس بس عملوا. هو مالك في ايه؟ ما ينفعش يفتكر ان هو عشان نص الملعب كرييتور او هو المحرك التربو بتاع الملعب ما فيش ملوش دور دفاع. لا احنا بنلعب ب 11 مش بنلعب 10، لازم ترجع تدافع. المهم رجع متمشى، واكرم توفيق واقف تمركز غلط جدا من اكرم توفيق، خلى اللاعب يستلم ويشوط بمنتهى. طبعا ربيعه مش موجود اصلا، مش حاسبين اصلا في الموضوع، لان ربيعه اصلا مش موجود في الملعب كده. فالجول الاول اتحاد سكندري، وده اللي خلى ماسك كولر يتنرفز ويبدل. طلع نزل كهربا وكريم فؤاد وكوكا، وطلع امام ووسام الشحات بقى برضو اللي هو اصلا يعني واخد دور رونالدينو في نفسه، وجات له كذا كوره في الشوط الاولاني اللي زي ما قلنا فرصه وسام وفرصه في الشوط
الثاني برضو، والشحات برضو ايه منتهى الانانيه ومنتهى عدم التركيز يعني. هناخد افريقيا بس وهنسلخ سلخ. لازم نتكلم برضو ايه عن نقطه مهمه جدا لهاني بعد كل ما جه ربيعه دوره ككابتن الفريق ماشي جمع اللعيبه وبيتكلموا بهدوء. يا جماعه خلي بالكم مش عايزين نتراجع، مش عايزين نرجع، مش عايزين ندخل فينا اجوان، نركز وندوس ونسجل. لان محمد هاني داخل زي الخازوق كده في النص يكلم مروان عشان هو اللي عمل تغطيه متاخر على اللاعب اللي عمل العرضيه، فبيمسكوا التيشيرت كده بيقول له مالك يالا فهو. انت اصلا انت بتتكلم ليه اصلا؟ مين انت؟ انت بتتكلم ليه اصلا؟ انت اكبر لاعب في الملعب بتعمل اخطاء دفاعيه، اكبر لاعب في الملعب ياما خسرنا ماتشات بسببك، اكبر لاعب كارثي ولا بتفيد هجوميا ولا دفاعيا. بتتكلم ليه؟ انت ازاي تنصح مروان يعني؟ ولا انت عشان ادم واحد فرقه والجو ده؟ انت يا ابني والله العظيم انت اصلا المفروض اصلا تقعد دكه والله. انت ما ينفعش تكلم واحد زي مروان عطيه كده اللي هو اصلا مستواه احسن منك مليون مره، واقسم بالله مروان عطيه لو لعب باك يمين عليك لا يغطي نلعب عليك. برجوله، الموضوع كله عايز رجوله بس. ما ينفعش ما يمسكوا ويتكلموا بالطريقه دي ويعنفوا بالطريقه دي، وخصوصا ان انت اسوء لاعب في الملعب اصلا يا حبيبي. في الدقيقة 84 طبعا سلسلة إهدار الفرص بقى مكملة مع النادي الأهلي. حصل تبديل متولي وكريستو وعبد المنعم مراد طلعوا ومتولي وكريستو نزلوا. طبعا متولي وكريستو بقالهم 6 دقايق واقفين على الخط يا جدعان طلعوا الكورة نزلوا الراجل نزلوا كريستو مفيش فايدة. هتكلم عن الجون هو ده الاستغلال الوحيد للنادي الأهلي صح. لو كنا استغلينا كل فرصة جات لنا بالطريقة دي كان زماننا سجلنا من بدري. أول ما كريم فؤاد نزل احنا عارفين لاعب نشيط ولاعب كويس قوي وياما قلنا لازم يبقى ليه دور في القايمة وليه دور في الماتش ده ما يمنعش ان هو يتصرف فرده في كورة وحشة قوي. بس ده طبعا عشان هو بعيد عن الماتشات. في الدقيقه 63 كريم فؤاد بس هو لعيب ينزل مزعج جدا، قوي لعيب مزعج وخطير قوي قوي بجد. انا مش عارف كولر راكنه ليه. نشيط الدقيقه 63 ياخدها ياخد الكوره يروح بوشه يسلم كهربا يديله 1 ياخد التو من كهربا. اول لما خد التو على طول راح اللاعب داس على بيرستارز وخد ضربه جزاء ويسجلها كهربا عشان يحرز الهدف الرابع للاهلي. بعدها على طول في الدقيقه 68 بعدها باربع دقائق جات له كوره اسهل بكتير مروان عطيه يروح يبصيله الكوره في مساحه ولا كهربا تاني كهربا بصيله الكوره في مساحه ما فيهاش بقى يا تشوت يا تلم صح. ليه عندنا تهنيجه في اخر اللمسه اخر فينش في الكوره؟ مش مستاهله اي استهتار، مش مستاهله اي استهتار. كان ممكن نستغل دي الرعونه اللي بتكلم عليها. يبقى الشوط الثاني بعنوان رعونه النادي الاهلي وما عرفناش نستغل تقدم اتحاد سكندري. اتحاد سكندري نازل عايز فاكر ان هو يسجل 3 اهداف واهم نفسه بكده. استغل انت بقى واضرب المساحه اضرب المساحه واستغل السرعات بتاعت رضا والشحات مفيش. فدي كانت اسوء حاجه في الشوط الثاني اللي عندنا النادي الاهلي. في نهايه المباراه الحمد لله على 3 نقط. وبالنسبه لمستوى الفريق مستوى الفريق حلو جدا ويا ريت نكمل على كده. ما نقعدش برديه المحله. نتمنى كل يريح شويه ناس زي عبد المنعم زي مروان عطيه مثلا زي الناس دي يريح شويه ناس ان هم ممكن لو اتصابوا ناس. وسام ابو علي كمان يريح والله العظيم ما بهزر. الناس دي لو اتصابت احنا هنخش النهائي واحنا حاطين ايدينا على قلبنا. الحمد لله رب العالمين على 3 نقط. في ناس محتاجه تركز زي امام عاشور. امام عاشور لازم يلعب لغايه اخر دقيقه وبلاش استهاف. بلاش استهاف بالكوره ويركز في دوره في الملعب. لازم اللعبه كلها تركز وخصوصا امام عاشور اللي هو المحرك الاساسي والاول الفريق. الحمد لله رب العالمين على 3 نقط. الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك للاهلاويه. يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم. استنوا مننا فيديوهات كتير الفتره الجايه واستنوا مننا ان شاء الله فيديو تحليل مباراه بلديه المحله بعد الماتش ان شاء الله. النادي الاهلي هيفضل فوق الجميع ورقم 1 ان شاء الله. السلام عليكم.